الكويت المختلط، وانتهى الشوط الاول 1-0 للعربي المختلط. وهذه المباراة كانت باعتزال اللاعب الدولي سعد الحوطي. وكان شفتوا قبل المباراة برنامج خاص عن سعد الحوطي يتكلم فيه اللاعبين والاداريين ورئيس النادي نادي الكويت. لكن بقى شخص لازم ناخذ رايه في سعد الحوطي. الشخص هذا المسؤول عن الرياضة عامة وعن اتحاد الكرة خاصة. تعالوا نسمع رأي الشيخ فهد الأحمد، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يا أبو أحمد، وبالفرصة هذه نقول حق أبو أحمد الحمد لله على السلامة، لأن عملية بسيطة خلال الأسبوع اللي فات في لندن، والحمد لله تكلت من نجاح. وشفتونا بعد قبل قليل ما نزل إلى تحت الملعب لتحية اللاعبين باعتزال اللاعب سعد الحوطي. ونقول له الحمد لله على السلامة أبو أحمد، وأهلا بيك مرة ثانية. أبو أحمد راح أتركك الميكروفون تقول عن سعد الحوطي ما تحب أن تقوله، وخاصة أنت المسؤول عنه في لعبة كرة القدم بالنسبة لاتحاد كرة القدم والمعسكرات ولاعب من لاعبين المنتخب. في الواقع بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لا أريد أن أتكلم عن سعد الحوطي اللاعب الفنان الموهوب صاحب الأخلاق الرياضية العالية، لأن أعتقد أن زملائي أوفوا هذه الناحية، وسعد نفسه أثبت من خلال عطاء فترة طويلة في الملاعب معنى هذا الكلام. إنما أريد أن أتكلم عن سعد الحوطي رئيس الفريق، وفي المصطلح الرياضي كابتن المنتخب. فسعد استطاع ترأس فريق الكويت في عصره الذهبي وفي أكبر المحافل، وأثبت سعد الحوطي بأنه رئيس فريق يستحق كل تقدير وكل احترام. استطاع أن يبني علاقات وشخصية وثقة متبادلة ما بينه وبين المسؤولين عنا بالاتحاد، وبينه وبين الشباب الذي يتولى مسؤوليتهم أعضاء الفريق. فاعتبرنا سعد إداري أكثر من اعتبارنا له كلاعب طوال الفترة، واستطاع سعد أن يطبق كل التعاليم التي تصدر من الاتحاد بحذافيرها، وأن يخلق علاقة جيدة ما بين اللاعب والإداري، وكان خير قائد لمنتخب الكويت في عصره الذهبي. في هذه الفرصة ونحن وسعد يودع الملاعب يحز بالنفس بالطبع. فبالأمس ودعت الملاعب اللاعب الكبير أحمد الطرابلسي، واليوم تودع ملاعب الكويت سعد الحوطي. معنى هذا أن الكرة الكويتية تفقد عمالقة في مجال كرة القدم. لكن عزاؤنا الوحيد هو الشباب الموجود واستمرارية هؤلاء العمالقة لإرشاد الشباب الموجودين حاليا في بداية الطريق، ليقوموا أيضا الأخ سعد والأخ أحمد وبقية اللاعبين الذي اعتزلوا اللعب مثل فاروق إبراهيم كما نراه، محمد أبو حمد ودريهم في وسطنا، لنخلق أو لنعطي فرصة للنشء في كرة القدم، بأن نجد في يوم من الأيام أبطال على مستوى عالي من الخلق ومن المستوى الفني لتمثيل الكرة الكويتية ولاستمرارها على المستويات الدولية. طبعا سمعتوا الكلمة الأخيرة في سعد الحوطي بعد ما اعتزل من الملاعب. وبهذه الفرصة وإحنا مع أبو أحمد طبعا أنتم مشتاقين تسمعون بعض الكلام. النادي العربي اللي بديت معاه أول لعبة. اللي أول لعبة لعبت معاه النادي العربي أنهيها مع النادي العربي في أول. فريق تشيكوسلوفاكيا منتخب الكويت الوطني مثل اليوم في حراس مرمى أحمد طرابلسي ونعيم سعد وعبد الله معيوف محبوب جمعة وليد الجاسم. في الوسط عبد الله بلوشي سعد الحوطي محمد كرم. لعبة رمي التماس لعبد الله بلوشي لسعد الحوطي. خذها بلوشي مشترك مع اللاعب التي توصل مرة ثانية إلى 10 سعد الحوطي.
لعبها إلى نعيم سعد، نعيم لعبها إلى معيوف، معيوف إلى كرم، بدل كرم راح يلعب طبعا العنبري، راح يرجع في النص، تقدم معاهم سعد حوطي وبلوشي هو اللي طبعا راح يكون. فلاذ الفتحي كرة مع العنبري، يقدر الدخيل، الدخيل شوت، شوت، الله 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 يا دخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تكريم اللاعب سعد الحوطي هو تكريم لكل الرياضيين الكويتيين. سعد الحوطي ذلك اللاعب الذي أعطى الكثير لوطنه ولناديه الكويت. فيوم الأربعاء نحتفل جميعا بتكريم اللاعب سعد الحوطي في اعتزاله كلاعب كرة قدم، ولكن نحن متأكدين سوف يواصل معنا جميعا المجهود الكبير لمساندة الرياضة والرياضيين بالكويت. لذلك أرجو وأتمنى من كل الرياضيين ومحبي الرياضة أن يشاركوا يوم الأربعاء في تكريم اللاعب الكبير سعد الحوطي. سعد الحوطي الذي أعطى الكثير للرياضة، سعد الحوطي الذي تميز بأخلاقه العالية ومجهوده الكبير، وهو مثال لكل الرياضيين، ونرجو من الله أن يقتدي به جميع الرياضيين بالكويت. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.